بجد يا عميد حقك عليا وحقك على كل دماغ المصريين كلهم، ما تزعلش مننا. والله العظيم يا عميد انت تستاهل كل خير. انت راجل مخلص. انت النهارده اثبتت اللي انت راجل مخلص، واثبتت اللي انت كنت صح. حقك عليا. انا من ضمن الناس اللي انتقدتك وانا طالع قدام الناس كلها بقول لك حقك عليا، ومن موقعي هذا المتواضع اللي ممكن حد يشوفني او ما يشوفنيش، بس انا بقول لك من هنا حقك عليا. ودي حملة لازم كل المصريين يعملوها، اسمها حقك علينا يا عميد. حقك علينا يا عميد عشان انت وصلتنا للمربع الذهبي رغم كل الانتقادات، رغم كل اللي انت سمعته من الاعلام، رغم كل اللي انت سمعته من المصريين، والتقليل من شأنك، والتقليل من شأن اللعيبه اللي معاك. النهارده بتلعب مباراه عاليه جدا في منتخب كله محترفين. كل المنتخب اللي انت كنت بتلعب قصاد منه النهارده كلهم محترفين، كلهم عارفين بيلعبوا كرة ازاي. النهارده لعبت مباراه تكتيكيه عاليه جدا جدا جدا، اديت لهم الاستحواذ، استحوذوا براحتك، خد الكره اللي انت عايزها. وفي الاخر لعبت على المساحات وعلى المرتدات، وقدرت تستغل لاعب من امهر اللعيبه اللي جت في الكره المصريه، مرموش، عشان انت عارف اللي هو عنده سرعات. ادرت المباراه بكفاءه جدا. فالنهارده انت اثبتت لنا واثبتت للمصريين كلهم اللي انت مدرب، اللي انت مدرب. عشان كده انا بنقول لك حقك علينا يا عميد، حقك علينا. ولو ما عملتش تاني خلاص احنا يا عم مرضيين باللي انت وصلت له. لان الراجل ده يا جماعه شكله مضغوط قوي والله العظيم. شفت بعد المباراه بيعيط، اول لما خلص المباراه قام معيط، اول لما واضح اللي هو مضغوط. الراجل ده شكله ما بينامش، الراجل ده شكله ما بينامش والله. لازم الفيديو ده يا جماعه بعد اذنكم والله، الفيديو الوحيد اللي انا عملته ونفسي الفيديو ده يلف مصر كلها هو حقك علينا يا عميد. نفسي الفيديو ده يلف مصر كلها، علشان بجد احنا ظلمنا الراجل ده. مفيش حد في مصر ما قللش من حسام حسن، مفيش حد في مصر كان منتظر ان الراجل دوت يتغلب ويلم الشنط ويجي علشان نقعد نقطع فيه. رضا عبد العال والاعلاميين والبلوجرات وكل الناس، مفيش حد ما قطعش في الراجل ده. الراجل ده بيثبت النهارده اللي هو كان صح، وكان ماشي بكل مباراه على حده، عارف هو بيعمل ايه في كل مباراه، كان بيطلع من كل مباراه باللي هو عايزه. وهو صح، احنا غلط، ما سيبناهوش يشتغل. وادي النتيجه اهو، احنا في المربع الذهبي مع اكبر 4 انديه في افريقيا. فلو يعني لا قدر الله ان شاء الله بامر الله ترجع بالبطوله، لان بامر الله ربنا مش هيضيع تعبك ومش هيضيع كل الانتقاد اللي كان ضدك دوت بالساهل. فان شاء الله بامر الله، بامر الله يا رب يا رب يا رب، عشانك انت، عشانك انت بس يا كابتن حسام، نرجع بالبطوله دي ان شاء الله، عشان ربنا يخلص كل الالسنه اللي كانت ضدك ومن ضمنهم انا. مش هقول لك يا عم انا كنت بمدح فيك، لا انا كنت غلط وانت صح. ان شاء الله بامر الله ترجعوا لنا بالكاس. وحمله حقك علينا يا عميد، حقك علينا يا عميد، اول واحد قايلها، حمله حقك علينا يا عميد لازم تلف مصر كلها. سلام.